السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال عند الوداع مع السلامة، فأين السلامة في وداع المحبين؟ طبعا انتوا عرفتوا احنا بنتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن أحسن مدافع في مصر وأفريقيا، محمد عبد المنعم، واقتراب رحيله إلى نيس الفرنسي إلى أن يجد جديد. طبعا كل الاهلاويه زعلانين، واحنا اول ناس والله زعلانين. محمد عبد المنعم خلاص قرب يغادر القلعه الحمراء عشان يسلك ويمشي مشوار احترافه الى اوروبا، وده طبعا دي حاجه في مصلحته باذن الله ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمه. بس احنا عشان خاطر عشنا مع اللاعب ده وما حسيناش بجد، ما حسيناش بخط دفاع او خطوره على خط دفاع الاهلي طوال تواجد محمد عبد المنعم في الاهلي. هنتكلم في الفيديو ده عن مسيرة محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي اللي بالنسبة لنا مش طويلة، هو سنتين ثلاثة، ودي طبعا ده شيء يخلينا يعني متضايقين جدا إن عبد المنعم ما لحقش حتى يقعد كتير في النادي الأهلي، وده يدل على قيمته الفنية. إن لاعب يقعد سنتين بس ويغادر الاحتراف ده يدل على قيمة اللاعب. هنتكلم عن أبرز مسيرة عبد المنعم، وهندردش كده عن بداياته، بدأ إزاي وانتهى حاله ازاي، وسجل قد ايه مع النادي الاهلي، وابرز الاهداف بتاعته، ومستواه كان عامل ازاي. وحتى في الاخر كده بعنوان فيما بعد محمد عبد المنعم النادي الاهلي هيعمل ايه بعد محمد عبد المنعم. يا ريت عشان تشوف الفيديو كامل تضغط على اللينك هتلاقيه فوق في البوست او تحت في الكومنتات، وتبعت لينك الحلقه لكل اصحابك الاهلاويه عشان يوصل لهم كل جديد، وعشان خاطر يعرفوا عنوان الحلقه بتاعتنا. يلا بينا نخش على عنوان ورحيل محمد عبد المنعم الى نيس الفرنسي. الموضوع بدأ والقصة بدأت بإن كان في ناشئ اسمه محمد عبد المنعم، كان بيلعب في قطاع الناشئين، كان بيلعب جناح ومهاجم، كان مكسر الدنيا، وده كان بسبب قوته البدنية. كان عنده قوة بدنية عالية قوي، وكان بسبب رأسياته الممتازة واللي كان ممتاز جدا فيها. وعلى عكس كل الناس كلها فاكره ان البطل والفضل يرجع في قصه محمد عبد المنعم وتألقه الكبير لفايلر وكيوريتش. احنا بالنسبه لنا في جندي مجهول وفي بطل مجهول جدا كان السبب في ظهور محمد عبد المنعم الى الان، وهو ياسر رجب. كان مدرب محمد عبد المنعم في الناشئين، وهو اللي غير مركزه تماما من المهاجم لمدافع، وكان شايف ان امكانيات محمد عبد المنعم الفنيه وقوته البدنيه لو تم استغلالها كمدافع هيبقى مدافع سوبر. وفعلا نفس اللي كان شايفه المدرب ياسر رجب هو نفس اللي حصل. محمد عبد المنعم اتحول من مهاجم لمدافع اسطوره، بل واحسن مدافع في افريقيا. عشان بعدها تمر السنين ويشاء القدر يجي المدرب العبقري ريني فايلر، اللي كمان مش كان فنياته كويسه، لا هو كمان كانت عينه حلوه على الناشئين. اصطاد اللاعب واختاره وصعده للفريق الاول عشان يبدا يتمرن تحت ايد فايلر مع الفريق الاول. وتمت اعارته للاول لسموحه، ما كانش موفق فيها قوي. بعديها تمت اعارته لفيوتشر، ظهر بشكل كبير، وده اللي خلى كارلوس كيروتش المدرب المخضرم اللي من افضل المدربين اللي دربوا منتخب مصر من وجهه نظرنا هو كارلوس كيروتش، اصطاد اللاعب وضمه لقائمه منتخب مصر افريقيا نظرا لمستواه، وكان قاعد بديل لحد اصابه الونش. وهنا يشاء القدر ان عبد المنعم يبدا يلعب اساسي مع منتخب مصر في افريقيا. وفعلا الموهبه بتبان. محمد عبد المنعم قدم بطوله افريقيا كبيره وعظيمه، وهي دي اللي كانت بدايه ظهور محمد عبد المنعم. انفجار بقى، خلاص انفجر. الموهبه ظهرت فعلا، الموهبه ظهرت، قدر يقفل كل الخطوره على اسماء كبيره قوي زي ساديو ماني، اسماعيل يسار، واخرهم ابو بكر مهاجم الكاميرون. طبعا دي اسماء تقيله بالنسبه لناشئ لسه طالع جديد، ومش اي ناشئ او مش اي موهبه تقدر تقفل على الاسماء التقيله دي. عبد المنعم سجل ضربة جزاء في البطولة، حطها على اليمين حارس. في ناس بتقول، في ناس ممكن تشوف الموضوع ده سهل، لا مش الموضوع مش سهل بالنسبة لناشئ بيلعب في الفريق الأول، وإن هو في ضربات الجزاء بالذات دايما بيبان التوتر. لا، لعيب واثق من نفسه، داخل وحطها بمعلمة. لعيب حريف، لعيب حريف زي ما الكتاب قال. وكان مهاجم كمان، وكان مهاجم، وكان وعارف اساسيات الكوره. هو عارف اساسيات الكوره. انت بقول لك مهاجم بقى مدافع، انت فاهم؟ عارف يعني ايه مهاجم غيره مركزه بقى مدافع؟ ده دليل ان هو لعيب حريف. وقفل كل وكان ممتاز في التغطيه العكسيه، وكان ممتاز في التغطيه، وكان لعيب ناشف. احنا بنتفرج على منتخب مصر، لا ده لعيب ناشف، لعيب رخم. لا، مدافع ممتاز، مدافع ما تحسش معاه بتأثير، مدافع ما تحسش معاه ان خط الدفاع بتاعك فيه خطوره. وده هو ده اللي خلى محمد عبد المنعم لحد الان يلعب اساسي في تشكيله النادي الاهلي. ولو ما لعبش كلنا بنحط ايدينا على قلبنا ونقول محمد عبد المنعم فين. ظهرت بمستوى مشرف، ولا تضع في حساباتك ضياع ضربه الجزاء، ولا تحزن، هي امور تحدث لاكتساب الخبره.
انا قاعدك سيكون لك شأن كبير وفرصة كبيرة في الاحتراف في اوروبا، ولكن عليك نسيان ما حدث حتى تحافظ على مستواك الفني والبدني. انت من احسن اللعيبة في هذه الفرقة. دي كانت كلمات قالها كوليبالي المدافع المشهور لمحمد عبد المنعم بعد خسارة البطولة الافريقية. ربنا ما أرادش يكلل مجهود واحد من أفضل المدافعين في أفريقيا وإن لم يكن أفضلهم في البطولة دي. ربنا ما أرادش إن هو يكلل مجهوده إن هم يكسبوا البطولة، خسرنا من السنغال وطلعنا من السنغال، لكن دي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في مستوى عبد المنعم، وكانت نقطة تحول وظهور للاعب أفضل مدافع في أفريقيا. ومن ساعتها رجع لاعب أساسي على طول في الأهلي. مفيش حد قدر ياخد مكان عبد المنعم لغايه دلوقتي، محدش قدر ياخد ولا حد عارف ياخد مكانه عبد المنعم جوه قلوبنا، سواء مشي سواء قعد. البطوله دي هي كانت نقطه تحول كبيره جدا في حياه محمد عبد المنعم. ده بالنسبه لعبد المنعم من اول ما بدا مع النادي الاهلي الى الان. هنتكلم عن اهدافه الحاسمه. طبعا اهدافه الحاسمه بتتكلم عنه، مش احنا اللي هنتكلم عليها، بس عايزين نقول ان دايما الموهبه بتظهر في الملعب. يعني ايه؟ يعني المدافع العصري اللي هو المدافع الحالي في الجيل الحالي في العالم كله دلوقتي، مفيش مدافع ما بيعرفش يلعب براسه. لازم يبقى على الاقل بنسبه 50 70% بيلعب براسه. انا تعالى اقول لك ان عبد المنعم بيلعب براسه بنسبه 95%. احسن مهاجمين مصر، احسن من مهاجمين افريقيا كلهم، عبد المنعم بيلعب براسه. وناهيك بقى عن اهداف كتير قوي محلاك حطها في الحراس، لا هو سجل في اتحاد المنستيري في افتتاح بطوله افريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت، سجل في الرجاء. وفي جمله شهيره قوي: عبد المنعم نعيم على الاهلي وجحيم على الرجاء. هو فعلا جحيم على الرجاء، حط جون بمعلمه براسه في شباك الرجاء. نيجي لهدفه الاسطوري. فالاول قبل الهدف عايز اتكلم ان عام 2022 تم خساره اللقب قدام الوداد المغربي لظروف خارجه عن ارادتنا. ايام ما موسيماني كان ماسك الفريق، ساعتها عبد المنعم كان بره بسبب الاصابه. بعد الماتش شاور للجماهير وقال لهم: احنا رقم واحد، احنا رقم واحد، وافتكروا وهتيجي تاني وهتعود تاني وهتحصل تاني، لان الكوره دواره. فعلا بعدها على طول بسنه تحت قياده مارسيل كولر، عبد المنعم قدام الالاف من جماهير الوداد في ملعب الوداد المغربي يحط جون براسه. يعني جون يعني اقسم بالله صعب جدا، صعب لانه لف وسطه 180 درجه، ومش اي مدافع يحط الجون دي. وكمان كان بتعبر عن شخصيه عبد المنعم الفظيعه الرهيبه، اللي هو نازل ماتش واكيد عارف ان هو عمل كده السنه اللي فاتت، فلازم يقدم اداء كويس. فعبد المنعم دي ابرز الاهداف اللي سجلها مع النادي الاهلي. ناهيك عن اهداف محليه كتير، وفي هدف في مرمى صن داونز. فاهداف عبد المنعم حتى لو هو ما سجلش ولا هدف، تقنياته في الملعب وفي الرقابه وفي التغطيه وفي التشتيت وفي بناء اللعب. عبد المنعم صمام امان، صمام يا جدعان، يعني مصدر امان بالنسبه لنا. ده مصدر امان، احنا ما بنشيلش هم خالص الدفاع من ساعه لما عبد المنعم بيبقى موجود فيه. مستحيل نخاف في ولا ماتش فيه عبد المنعم، لان عبد المنعم شال كتير اخطاء لربيعه، شال كتير اخطاء لياسر ابراهيم، شال كتير اخطاء لمتولي. عبد المنعم يا بخت اي حد بيلعب جنب عبد المنعم، لانه عارف ان طوال 90 دقيقه هيشيل له غلطات كتير. نيجي لاخر جزء معانا في الفيديو، وهو سؤال معين جدا: ماذا بعد رحيل محمد عبد المنعم؟ المشكله دلوقتي مش في رحيل محمد عبد المنعم، المشكله فيما بعد رحيله. انت مشيت لاعب سوبر من عندك بايا كان المبلغ، ان شاء الله حتى لو ب 2 جنيه، انت مشيت لاعب سوبر كان مؤثر في فرقتك وكان عنصر اساسي معاك في الفريق، فطبيعي لازم تجيب لاعب سوبر زيه. مش هينفع ثم مش هينفع ثم مش هينفع نكمل الموسم او نبدا موسم جديد واحنا معناش غير رامي ربيعه، واحنا معناش غير خالد عبد الفتاح، واحنا معناش غير يوسف ايمن. يعني يوسف ايمن هيبقى اساسي معاك، وياسر ابراهيم هيبقى اساسي معاك، لكن في اي حال من الاحوال ممكن لا قدر الله تحصل اصابه من الاثنين. فلازم يبقى معاك سيرد باك، لازم معاك مدافع سوبر. عمرك ما هتجيب مدافع في كواليتي عبد المنعم، بس لازم يبقى الكواليتي مشابه ليه. لازم الكواليتي مشابه. ما اعرفش ليه زي الدين بالعيد الصفقه فشلت، ف ما جبناش غير يوسف ايمن، فلازم نجيب مدافع معاه. اظن ان مجلس الاداره لازم يتحرك ونجيب مدافع سوبر بدل عبد المنعم. فالخطوره هنا مش في رحيله خالص. فعلا الاهلي فعلا ما بيقفش على حد. مش بقول كده ان محمد عبد المنعم وحش، لا ابدا. محمد عبد المنعم لعيب محترم، لعيب محترم في الملعب وبره الملعب، لكن هو خلاص لو هيمشي فخلاص الاهلي لازم يجيب بديل ليه. مش هينفع نبدا الموسم الجديد واحنا معناش بديل قوي بدل محمد عبد المنعم.
في نهايه الفيديو نتمنى من كل الناس تتمنى التوفيق لمحمد عبد المنعم. احنا على طول هنروح على جوجل دلوقتي ونجيب مواعيد مباريات نيس الفرنسي عشان خاطر نتابع مدافعنا محمد عبد المنعم، واحنا متاكدين ان وبلاش القلوب الصفراء بقى اللي هو ايه يقول لك ده بايع الاهلي ومش بايع الاهلي، وبلاش القلوب الصفراء دي. لا مفيش كده خلاص، احنا الحوار ده خلص من بدري قوي، من زمان اصلا مفيش حاجه اسمها كده. حوار ان لاعب يمشي اتمنى له التوفيق، ومش اي لاعب، يعني لاعب سوبر يا جدعان. يعني لو منعم اولا ما مشيش على العقليه دي، ما مشيش في وقت مهم، انت مشي بعد ما ختمت الموسم. ثانيا لاعب جاله عروض اكتر من مره وهو رفضها. خلاص هو يشوف مستقبله، والاهلي ما بيقفش على اللعيب سواء كان في الجهاز الفني او جوه الملعب. بالظبط. فلو عبد المنعم كمل على العقليه دي وكمل على المستوى الفني ده، هيروح في حته بعيده قوي، وهيبقى اول مدافع مصري يلعب في انديه عالميه، وهو مكانه في الدوري الانجليزي في التوب 5. تمام. فيا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، اتكلمنا عن كل حاجه عبد المنعم من اول الناشئين لحد وقتنا هذا، اتكلمنا عن ابرز اهدافه وماذا بعد محمد عبد المنعم. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، واستنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله، والناده الاهلي فوق الجميع رقم واحد. ورقم واحد. السلام عليكم.